من كام يوم كنت قاعد عادي فجالي فضول اعرف البني ادم مننا عنده كام شبيه، فسرشت على جوجل وطلع لي ان تقريبا في العالم 7 اشخاص شبهك بالظبط، بس احتمال انك تقابلهم قليل فشخ. بس انا قررت ادور عليهم، وطبعا مفيش حد هيساعدني في حاجه زي كده غير واحد بس، هو محمد بيه القحطاني، المخبر الكوني اللي عنده السجل المدني لكل بني ادم حي. حرفيا ممكن يكون معاه صوره ليك وانت لابس بوكسرك اللي عليه بنتين في صيف سنه 2004 من غير ما تكون انت عارف. فما انصحش اي حد انه يعمل اي مشكله مع محمد بيه. فبعت له صوره البطاقه وشهاده الميلاد وش وظهر، 5 جنيه رسوم ضريبيه، وكلفته بمهمه مهمه جدا، مهمه وهي انه يدور على اشباهي. واكتشفت ان انا عندي اشباه كتير فشخ. ليا شبيه مصنف على العالم في الاسكواش، ليا شبيه مغني مهرجانات اسمه احمد فيجو، ده غير فيجو الدخلاوي عشان ما تتلخبطوش، ليا شبيهه بنت الشطوره الزنجيه، ليا شبيه برضو واد صغنون كده برضو اسود البشر، الواد ابو نضاره اللي كان في فاميلي ماترز برضو شبهي، وليا بقى شبيه مميز هو ولد تخين صغير كده وتقريبا مجروح من صحابه. يا جوجل تعرف عن صحابي؟ يا مهند الصحاب كان مش رجاله ومن الاخر هما مش سالكين. وات السجمة. حتى جوجل عارف انكم مش سالكين. انا بس مستغرب عشان انا على ايامي جوجل ده كان مجرد محرك بحث، يعني بتساله ما هو اقوى حيوان فيقول لك الفيل، تقول له مثلا يا جوجل اوصف لي ريحه شرابات عزة العلايلي. انما التكنولوجيا بتاعت ان اساله يا جوجل هل صحابي سالكين ولا لا، ويرد عليا ويقول لي لا صحابك دول مش سالكين ومش رجاله، ويحط لي الايموجيين دول. حتى جوجل عارف انكم مش سالكين. يعني لا دي تكنولوجيا جديده جدا الصراحه، يعني دي حاجه مش موجوده بس غير في كفر بلبيس. فيعني انا بناشد ايلون ماسك يعني يجي يشتري التكنولوجيا دي بدل ما تروح عليك. وات السجمة. بس عامه يعني الواد ده اكتر حد شبهي فشخ وانا صغير. انا حرفيا كنت بنفس رخامه الوش دي، ولا وكمان بقى لما اداها نظره زاروك انا حرفيا كنت كل صوري كنت بتصورها بالطريقه دي. افتكر دي ايامها كانت حركه كانت طالعه ترند. بس هو في قصه حزينه ورا الحوار ده عايز احكيها. زمان وانا صغير في ابتدائي كان في واد اسمه مروان ده كان من النوع اللي هو كان بيجيت اول ذا بيتشز، وانا كنت بفضل قاعد ورا ببص له وبحقد عليه. فقررت ان انا اصاحبه واقرب منه، فرحت له في الفسحه بقول له ازيك يا مروان، انا بعت لك اد على فيسبوك ينفع تقبله؟ قبل ادمن يا حبيبي، صورتك المعقه اللي انت حطيتها على فيسبوك دي. وبس يعني ده كان موقف حزين عابر. نرجع بقى للفيديو. ذا ويكند وهو في ثانويه كان برضو في شبه مني شويه، وما اعرفش برضو ايه حلقات اللي هربانين من الجيش اللي هو كان بيعملها دي. البرو كان عنده زيرو رز حرفيا. وانا برضو فيها شبه من احمد مكي لما كان بيتعاطى المخدرات ولما سرق بنت اخته عشان يروح يبدلها بجوان حشيش، او ما اعرفش انا الصراحه ما شفتش الفيلم ده ومش فاكر الصراحه. وانا كمان فيها شبه من واحد من اللي شاركوا في ليه شبيه اكتشفته في بيتج حلاقين في شيكاغو. واد مش عارف تقريبا عنده حاجه في مخه هو بيعمل كده ليه. الواد بتاع ماي اونست رياكشن اللي هو الفنان ردة الفعل، انا فيا شبه منه ومن صحابه. انا اي حد لايت سكين انا شبهه. المهم زي ما قلت لكم انا ليا اشباه كتير فشخ. حاسس ان انا وشي مألوف لدرجه ان انت ممكن تكون نازل رايح مشوار تخبط في 3 4 شبهي. ففي فيديو النهارده انا قررت ان انا هعمل ريفيو لبعض من اشباهي دول، وبنبتدي باكتر شبيه انا بكرهه. اول ما شفته قلت ده اكيد دي فيك، حد اخد وشي حطه على فيديو العيل من عيال الفين بويز عشان يعصبني بقى وكده. بس للاسف تخميني ما طلعش في محله، ودخلت وشفت باقي العار. انا كنت ناوي خلاص اتوب وبطل اتريق على الناس، بس معلش سامحوني ما اقدرش اشوف حد حرفيا سارق وشي وبيعمل بيها الحركات المخنثه دي واقعد ساكت. كل ده تشويه في سمعتي. انا متاكد بجد ان انا لو اتشهرت جامد في حد هيمسك عليا الفيديوهات دي ويبتزني بيها ويقول لك بقى بص الشاطر زمان كان عيل متني ازاي، اهو ده اللي خايف منه واحده كاتبه الشاطر. افرض حد دلوقتي ما يعرفش مين هو الشاطر الحقيقي ودخل وعمل سيرش وعرف، هيقول ايه؟ وبعدين كده في كام حركه بيعملها البني ادم ده بتعصبني، لو بتخليني اشمئز كده، بتخليني نفسي اعمل عمليه تجميل واشيل وش فيها. يعني كل ما بيضحك الضحكه المستفزه بتاعته دي ويفشخ في ضبه كده بيفكرني بالواد الشرير اللي كان اسمه سيد فيليبس اللي كان في توي ستوري. انا اسف لكل اللي عاملين تقويم في اسنانهم، بس انتوا لما بتضحكوا بتبقوا كده. ولا تسريحه شعره بقى اللي بتفكرني بالواد اللي كان في جيمي نيوترون. وبجد ما اعرفش ليه عمال يطلع في لسانه بالطريقه المريبه دي. بطل يا اسطى ارجوك تعمل الحركات دي وانت سارق وشي. يعني انا مش مهتم لو انت مش سارق وشي، بص براحتك، عايز تروح تعمل واحد مع بهيج براحتك، بس انت سارق وشي حرفيا. يعني انا كل ما بشوف الكلام ده بحس ان انا محتاج اراجع رجولتي، مع اني ماليش اي ذنب في اي حاجه. للاسف في الزمن ده يا جماعه
بقى في اشباه رجال كتير. تلاقي الواد من دول بيسمع لك دوجا كات، تايلور سويفت، توابل المتلجه. مش عارف انا كاني ويست وترافيس سكوت والفتى اللي عوب كارتي اثروا معاكم في ايه، ولا هم يعني عشان سود البشر. الواد ده بقى اكيد من اشباه الرجال دي، اكيد ده بيسمع تايلور سويفت ودوجا كات والتوابل المتلجه، اكيد البلاي ليست بتاعته كلها كده. حتى هو اصلا بيعمل على حاجات زي دي. حد هيجي دلوقتي يقول لي بس يا شوتر دي مجرد اغاني، ازاي هتحدد عليها مدى رجولتي؟ ما هو معلش يا اسطى، يعني لما تسمع اغنيه المغنيه بتاعتها بتقول فيها انا صاحبي بيمسكني كل يوم بيفقعني 10 سبانكات، سلاي كوين، انا جيت كبيره قوي من غير ما احط في البنطلون مخدات، سلاي كوين، فروم براذر تو براذر. لو انت بتسمع الاغاني دي فانت عار على جنس الرجاله للاسف. معلش انا بجد ما اعرفش البرو هنا بيحاول يغري مين بفخدته. يعني هل هو مفكر ان في بنات الشيء ده ممكن يسيرهم، ولا هو قصده رجاله، حتى اصلا الرجاله ولا البنات، ولا هو اصلا يعني يجذب ايه، بيستقطب زواحف؟ اللي استغربته ان الواد ده من البرازيل، واللي اسمعه عن البرازيل ان انت هناك يا اما بتطلع لاعب كره محترم يا اما بتبقى راجل بتاع عصابات. وهو بقى بسم الله ما شاء الله قرر يكسر الماتريكس دي كلها ويقرر يبقى فين بوي متخفي. فانا بوجه رساله من مكاني هذا لرجاله البرازيل، لو حد فيكم يا رجاله شاف الشيء ده يا ريت تحدفوا عليه لعنه الباء والنون اللي هتخلي حماده صغنون. دي هتظبط الدنيا. انا عارف بستخدمها في الحالات الحرجه. من فيديوهاته استنتجت ان تقريبا ظروفه المعيشيه مش احسن حاجه. ده حرفيا بيصور والحمام بيبقى ظاهر في الباك جراوند. الله اكبر عليك يا وحيد يا لاشين، تسلم ايدك. ده ليفل الفقر ده رهيب. ده حاجه اقل من عم احمد نور الدين. فلو انا مش فاهم يعني هو ايه الفرحه والانبساط والانشكاح اللي هو فيها دي؟ يعني انا لو منه حرفيا هروح اشتغل في اي حاجه كده، ولا اروح اتعلم برمجه عشان اهرب من اللي انا فيه ده، بدل ما اطلع اغري الناس بفخادي وحاجات انا مش فاهمها. هو انا ليه حاسه البرو واقع في دوامه زمنيه من 2016 ل 2017؟ يعني حرفيا النوع ده من الفيديوهات اخر حد شفته بيعمل كده كان مهاب شادي ايام الميوزيكلي. يا اسطى انت مثال للسرسجه الالكتروني. اوكي ابوكي دول غفلوك. السرسجه الالكتروني ده بيبقى ليه كده شويه سبيكس، ده منهم هتلاقي دايما ملامحهم مش باينه من كتر الفلاتر. اوكي ابوكي دول غفلوك. بس كده انا كل اللي عندي قلته عن الشخص ده. المهم ان ده مش انا، ده واحد سارق وشي. الشبيه اللي جاي انا بسميه شاطر فرط الحركه ابو كاب. وفرط الحركه دي عشان هو عنده مشكله بجد غريبه، ما بيعرفش يقعد عادي، لازم ينط يتشعلق. وابو كاب عشان هو في اغلب فيديوهاته بيلبس كاب، وحرفيا انا لما بلبس كاب ببقى شبهه. حاولت بجد افهم فيديوهاته بس ما عرفتش. كلها عباره عن ان هو بيكون ماشي بيروح شايف الواد ده بيزقه وعامل حركه روماني منير ويروح مكمل ماشي تاني، وبيكتب على الفيديوهات دي كلها موف اور بي موفد. فاللي هو تقريبا كده في مغزى، في حكمه كبيره ورا الفيديوهات دي عايز يوصلها لنا، بس انا للاسف عقلي لسه ما وصلش للمرحله انه يفهم حاجه زي كده. او ممكن يكون هو بس عايز يطلع يمرمط الراجل ده فمستغل الفيديوهات بقى، فاهم، كل شويه مرمط فيه. الحلو يعني اللي مخليني مبسوط ان هو مش شبه الاولاني. يعني حاسه راجل كده، حاسه واحد ايه بيروح الجيم شبهنا، واحد عنده تستوستيرون عادي. ايه ده؟ Hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. Get your goddamn ugly ass. تمام. شبيه التاني برضو طلع، والمشكله ان هو يعني اتجوز حد عنده سمنه مفرطه، يعني افريج ديسكورد مود، يعني بيشز مع حد ايه ده حدود، يعني حاجه انا فقدت الامل في البشريه. يعني الشخص اللي جاي هو اكتر شخص المفروض انه كوميدي في الليسته بتاعت النهارده. يا رب الفيديو ده يخلص، انا حاسس ان انا اتهنت جامد. المهم ان الشبيه التالت ده هو الخليل كوميدي. ده يعتبر من اكتر الناس اللي انا اتشبهت بيهم. وانا الصراحه كنت بحاول انكر ده في الاول، يعني كل ما حد كان بيقول لي انت فيك شبه من الخليل كوميدي كنت بقول له يعني هو انت بجد بتشوف من طيبك. بس خلاص انا هبطل انكار، انا فعلا شبه الخليل كوميدي. الخليل كوميدي عامه ده شخص غريب فشخ. لحد دلوقتي بيفضل ينزل فيديوهات الساعه 3 العصر كل يوم. ده انتظام، ده مش عندي. انا لحد دلوقتي بنزل فيديوهات كل شهر مره كده، بعملكوا كقبض. بحسه المثال الحقيقي للمقوله بتاعت استمراريه السعي لا تعني بالضروره حتميه الوصول. واللي برضو مستغربه ان استحاله ده يكون هو كاركتر عاملها كده على الناس ودي مش حقيقته. لا انا متاكد ان هو ده طبيعته. حرفيا كان عامل فيديو مدته 10 دقايق عمال ياكل في فشار ويرمي في نكت ويضحك عليها هو ذات نفسه. فاللي هو عايز اقوله هنا ان مفيش ممثل ممكن يتقن الدور ده بالطريقه دي، فهو اكيد مش بيمثل. نو هيت للخليل كوميدي الصراحه، يعني افضل مكمل واعمل اللي انت عايز تعمله. انا متاكد ان هيوصل بينا الحال في زمن من الازمنه ان احنا هنضحك على فيديوهاته. حاسس ان وقته هيجي. يعني احنا من كتر ما احنا هنبقى حرفيا خلصنا كل النكت وكل الميمز وكل الحاجات اللي بتضحك، هنرجع بقى لايه، نقطه البدايه للصفر. فحاجات الخليل كوميدي دي هتبقى ايه بقى، منتهى الضحك
بقى، منتهى الفجر بقى، هنسخسخ من الضحك. خدوا كلامي ده، خدوا كلامي. 20 بقى ايه، 20 و40 20 و40 نتقابل. ده لو ما قامتش حرب عالميه ثالثه فشخ يديك ابونا. الشخص اللي جاي بقى انا كنت عامل فيديو عنه قبل كده، وهو زي الصديق القديم للشانل، فاللي هو برضو قلت حبيت كده ايه اخد نظر عليه اشوف هو عامل ايه دلوقتي. وهو عم ابراهيم العازب، انا بسميه عن نفسي الشاطر الريزلر، ساقط قلوب العذارى. هو دلوقتي خلاص للاسف بقى من الماضي، مش عارف راح فين. بقى بينزل في فيديوهات غريبه، ساعات بلاقيه بيكلم نفسه ومش فاهم البرو هنا كان بيحاول يعمل كوسبلاي لنجيب محفوظ ولا ايه بالظبط. وباقي اغلب الفيديوهات بتاعته بيفضل يكتب عليها تحياتي لك ايها المهرجة. انا مش عارف الصراحه المهرجة دي جماعه ماسونيه، طيب هو باع روحه ليهم مش عارف. وحشتني فشخ البرايم بتاعته لما كان بيطلع يشتم في الفلاحين بقى، وكان مفكر نفسه ان هو من العرق الآري، فلاحه جربوعه يلا يا فلاحه وان هتلر كان ابن خالته، وانه اعلى من البشر. الراجل ده كان حرفيا التجسيد لجنون العظمه، انا كنت بعشقه. مين؟ أنا جريتك يا سيدي. مش سامع. أنا جريتك يا سيدي. بتقولي إيه؟ أنا جريتك يا سيدي. برافو عليكي، مطيعة. فيديوهاته كانت بتصيبني بالاشعريره، شعر بطاطي كان بيقف. وواضح دلوقتي ان هو كمان راح اليابان بسم الله ما شاء الله، وجاب عربيه وبقى بيهتم بنفسه وبيلعب رياضه. يعني في جلو اب حصل جامد فشخ، بس لسه حرفيا مش هين عليه يجيب تليفون كويس يصور بيه بدل خاخه اللي عمال يصور لنا بيها فيديوهاته. وباقي فيديوهاته التانية عمال يرمي تحيات للمرأة الغنية، تقريبا هو عايز شوجر مامي، اي واحدة شوجر مامي يا ريت تروح لعم ابراهيم. فدلوقتي هو في اليابان وانضم لجماعة مهرجة اللي هي تقريبا ماسونية، وبيدور على شوجر مامي. هو بيمر بفترة صعبة، بس انا الصراحة بحبه وبحب ذوقه في الستات. انا فعلا بحب المرأة الغنية، وبرضه ساعات بحس ان انا من العرق الآري وان البشر كلهم تحت مني، يعني ساعات. فعم ابراهيم الصراحة لحد دلوقتي هو احسن واحد في الليستة دي كلها. يعني لو كنا في انذر يونيفرس كون موازي كده، انا كنت هتمنى ان انا اكون عم ابراهيم العازب، كنت هبقى فخور وقتها. والشبيه اللي جاي ده اكتر شبيه فنان معانا النهارده، وهو شاطر المغني I will be فتا. انا بهزر او الصراحه الشخص ده انا ما اعرفوش، بس هو باين عليه انه عنده حاجه عايز يقولها. انا شايف فنان. فبالتوفيق يا اسطى، وكل الاحترام و10 من 10 لو بتتفرج على الفيديو ده. والشبيه اللي جاي هو اخر شبيه معانا النهارده، وهو النسخه اللي بتريفيو الاكل مني، الشاطر الفود ريفيور. طيب ما انصحش بالمبكبكه، الزفاره باينه فيها قوي بطريقه غير معتاده على بهيج. الصراحه انا الفود ريفيورز يعني انا عندي موقف منهم كده، انا مش عارف، مش فاهمكم لحد ما انا اكون انا فود ريفيور والمطاعم تبعت لي واروح اكل ببلاش. وقتها هحب الحوار ان ابقى فود ريفيور ده، بس دلوقتي انا الصراحه مش فاهم. فكونك فود ريفيور ده يا اسطى يعني خلاني استغرب كده، فاهم؟ الفيديو ده لشيف ياسمين ناصر بتصرف فيه خلطه كوكاكولا، وبتقول من النهارده هنعمل الكولا في البيت. اللي هيجنني اللي هي عملت الكولا بقشر برتقان وقشر ليمون وبقرفه وشاي وكزبره. وكمان يا اسطى يعني في الفيديو ده مين يصدق واحده بتقول انك ممكن تعمل كوكاكولا من شويه كزبره على مش عارف سندوتش فرايد تشيكن، ربع رغيف فرايد تشيكن قطع عليه ببطيخ عشان تبقى حلوه، كوبايه عصير عنب. يعني انا متخيل شركه كوكاكولا وهي بتبص على العبث ده وبتتفرج بقى مستنياهم وهم هيسرقوا سر الوصفه. وبس كده يا جماعه، ده كان فيديو خفيف لطيف مريب شويه الصراحه. انا حرفيا مش مستريح وانا بعمله، بس انا كنت لازم احط حد للموضوع ده، كنت لازم بجد اطلع اتكلم واقول اني لا في حاجه هنا، فاهمين؟ المهم ان انا عملت سيرفر على ديسكورد جديد، لو انت عندك ديسكورد خش دلوقتي حالا عشان كمان هبقى اعمل فيديوهات فيه. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وسبسكرايب، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام. What's up? This is Kanye West. Please subscribe to my YouTube channel at YouTube/Kanye West.